الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. هو المفتاح مش بيفتح ليه؟ هو الكالون معلق؟ لا معلق ولا حاجه. انا غيرت الكالون. غيرت الكالون ليه؟ عشان امانك يا حبيبتي، لازم تحس بالاطمئنان. عشان كده بقى انت بقالك يومين بتروح من الشغل بدري. طبعا يا حبيبتي، أنا لا يمكن اسيبك لوحدك، وعشان بس لو حد فكر انه يعرضك للخطر انسفه نسف من على وش الدنيا. وهتنسفه ازاي بقى؟ لا، العبد لله اللي قدامك ده كفيل يكتف ويربط اي حد. تليفون صغير للبوليس على التخشيبه على طول. نادر، انت بجد فاكر الموضوع بالبساطه دي؟ بقول لك ايه، انت متجوزه راجل بجد، لما ابقى اموت يبقى خافي. بتضحكي ليه كده؟ بضحك عشان مستغربه ان انت لسه شايفني بالسذاجه دي. بس انا ما قلتش كده. من غير ما تقول. انت فاكر ان انا مخي صغير وممكن اي حد يضحك عليا، مش كده؟ انا ما قلتش لمخك صغير ولا الكلام ده خالص. يا حرام، ولسه عبيطه وهبله ولازم اخد بالي منها علشان ما حدش يضحك عليها. صح يا نادر؟ نادر، انا عايزه اقول لك ان انت ما تعرفش انا عملت ايه وممكن اعمل ايه. بسمه اللي انت فاكرها العبيطه الهبله بتاعت زمان دي خلاص ما بقتش موجوده. فيها بس انا بس بحاول ابقى جنبك واساعدك. نادر، ممكن اقول لك على حاجه؟ اولا، انا ما حدش ضحك عليا ولا اي حد اجبرني على حاجه. ثانيا، انا عملت كل حاجه بمزاجي. اشتغلت مع الراجل ده بمزاجي وعملت كل حاجه من غير ما حد يجبرني عليها علشان انا عاوز اعمل كده. ايه؟ مستغرب صح؟ مستغرب ازاي انا ممكن اعمل حاجه لوحدي من غير جوزي حبيبي ما يساعدني فيها، صح؟ كنت فاكر ان انا مش فالحه في اي حاجه غير في تنظيف البيت وتغيير العيال، صح ولا مش صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده كله؟ جبت ده منين؟ ده انا دلوقتي. ايه رايك؟ بسمة انا عايز اعرف بس بجد، انت مش بتتاجري في المخدرات صح؟ ولا في تجارة الاعضاء؟ برضه لا. امال جبت كل الفلوس دي منين؟ ده عرا يا بسمة. لا، ما هو انا مش كومودينو في البيت ده. انا عايز اعرف، مش عايزه تفهميني ليه؟ نادر، انت من شهر بس كنت بتخوني مع السكرتيره وراهن البيت عشان القرض وما قلتليش اي حاجه من دي. متهيألي انا كمان من حقي كليه حياتي الشخصيه زيك، ولا ايه؟ ماشي يا بسمة، ماشي. بقول لك ايه صحيح، يا ريت تاخد الولاد وتنزلوا النهارده عشان عندي ميتنج في البيت. اوديهم فين يعني؟ معرفش، اي حته، السينما، النادي، ولا اقول لك خدهم المول، اشتري لهم كل اللي نفسهم فيه. ليلى، بقول لك ما تعرفيش ندى ما بتجيش ليه؟ بتقول تعبانه. تعبانه؟ بقى لها اسبوعين تعبانه. والله ما اعرفش، وبعدين في بريك. طب هي ما قالتلكيش حاجه؟ هتسيب الشغل مثلا؟ هقول لك. ها؟ تعالى. بتقول تعبانه.
هو ايه اللي تعبانه مالها يعني؟ عندها ايه؟ عندها كورونا؟ مشلوله؟ هتموت؟ هو انا اسمي ليلى اللي عارفه اخبار ندى؟ ما اعرفش، ما تسالها، وانا كنت في بيت اهلها. ماشي، بس لما تكلميها عايزك تعرفي لي بالظبط هي تعبانه مالها، فاهمه؟ افردي وشك. لا طبقيه تاني، بطلي لغ بقى. لا انا ما بعرفش اشتغل وانا جعانه. الله، وبعدين انا في بريك. ممكن؟ بريك؟ فعن اذنك، عن اذنك، عن اذنك. زي ما قلنا خطوة رقم 1 نشتري منتجات. خطوة رقم 2 ناخد الفاتورة. لا ما قلناهاش مع بعض. خطوة رقم 2 ايه؟ هناخد الفاتورة. مظبوط، بناخد الفاتورة في خطوة رقم 2. من غير خطوة رقم 2 ما نقدرش نعمل خطوة رقم 3. ماجي سيبي الزفت اللي في ايدك. خطوة رقم 3 ايه يا ماجي؟ بنرجع الحاجة. برافو، اسم الله عليكي. بنرجع الحاجات. بنرجع الحاجات بإيه؟ بإيدينا، هنرجع الحاجة بإيدينا. ما شاء الله، بإيدينا. إيدينا يبقى فيها إيه؟ إيدينا يبقى فيها إيه؟ إيه؟ الفاتورة. فاتورة. فاتورة. فيها الفاتورة. من غير فاتورة مش هنقدر نرجع الحاجة. عمركم شفتوا محل بيرجع الحاجة من غير فاتورة؟ لا. وزي ما اتفقنا كل ما هنشتري ونرجع حاجات أكتر هنعمل فلوس اكتر. أعلى. هنعمل فلوس اكتر. أعلى. هنعمل فلوس اكتر. نرجع نقول من خطوة رقم 1 إيه؟ هنشتري منتجات. أعلى. هنشتري منتجات. أعلى. هنشتري منتجات. أعلى. هنشتري منتجات. أعلى. ذوق حضرتك واضح انه شيك جدا. الكوليه ده نيو كوليكشن، لسه واصل لنا من يومين بس. ده الماظ 5 قراط. تحبي اطلعه لحضرتك من الباترين عشان تتفرجي عليه؟ يا ريت. الله، ده حلو قوي. أنا عايزة أشتريه. تحت امرك. هتشتريه دلوقتي ولا هندفع عربون ونبعت الفاتوره لجوز حضرتك؟ جوزي؟ جوزي ما يقدرش يشتري حتى فص واحد منه. أنا اللي هشتريه، وكاش كمان. قلت لي بكام؟ مساء الفل. علاء صح؟ ازيك علاء؟ عامل ايه؟ انت ايه قاعد بقالك كتير؟ شكلك قاعد بقالك كتير وزهقت طبعا. لا انا هبقى اقول لهم بعد كده ما يقعدوكش كتير. ايه ده يا علاء ده؟ انت عملت كل ده؟ سرقة وحيازة سلاح ومخدرات وتعاطي كمان؟ ده انت فيها بالميت 10 سنين سجن يا ابني. انت ايه الضغط كله عليك انت؟ شكلهم مشغلينك جامد يا عيني. هما مين؟ هما مين ايه؟ الناس بتوعك، العصابة اللي مسرحاك. لحقت تنساهم في الكام يوم اللي قعدتهم معانا ولا ايه؟ أنا مش عارف سعادتك بتتكلم عن إيه وعن مين أساساً. صح، انت صح وانا مصدقك. عشان كده هفرج عنك. والله، وهعتبرك شاهد كمان في القضية. ايه رأيك؟ بجد؟ طبعا بجد. وانا هزر معاك؟ انت فاكر نفسك مهم يا ابني انت ولا ايه؟ انت لا مهم عندنا ولا مهم عندهم حتى. حتة عيل مسرحين والبضاعة بتاعتهم وخلاص. بس انت عارف لما افرج عنك بكل التهم اللي عليك دي ده معناه ايه؟ انت
طبعا فاهم ان الناس اللي انت بتشتغل معاهم دول مش عبط، وهيفهموا على طول ان انت قلت لي معلومات تفيد في القبض عليهم. فاول ما هتخرج هم بقى هيتصرفوا معاك بمعرفتهم. مش فاهم، هو انت عايزهم يقتلوني؟ لا 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 لا، كفى الله الشر، لا مالي، انا مش عاوز حاجه. انا عاوزك انت تتقرر انت عاوز ايه. ها، هتتكلم وتقول اللي عندك ولا ايه؟ ولا تحب تخرج ويتصرفوا معاك بمعرفتهم؟ انا هقول لمالك كل حاجه. لا لا لا، ايه بقى؟ ايه؟ مقرفة. لوحدك؟ ريحته وحشه قوي، شرابات بجد. شكلها حامل منه. ما لقيتش غير الجربان ده تحمل منه. ليه جربان ليه؟ مش شايفه التاني زي القمر ازاي؟ والله مش بالشكل يا جماعه، بالايه؟ بالجاذبيه. بالشجاعه. حكى على ايه؟ معلش. على فكره بقى، انا عندي لكم مفاجاه. خير، خطفتوا حد تاني وتوتيه في شقه امك؟ انا ماليش دعوه، ما خطفتش حد معاها المره دي. ماشي يا حبيبتي. لا مفاجاه بجد، حاجه تخصني يعني. ما تنطقي يا اختي، في ايه؟ اصل هما مش مفاجاه واحده، هما مفاجأتين. ما واحده فيهم جوه، هروح اجيبها واجي. مشيت كده. ايه رأيكم في القصة؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا نزلتوا تحت؟ ايه اللي نزلكوا؟ طب بصوا بقى، انا اشتريت العقد ده ومش عارفه اذا كان حلو ولا اوفر. وكمان عايزه اوريكم قصة شعري الجديدة. وريني كده. ده الماس ده، صح؟ فلوسي دي مش كده؟ عقد جديد ولوك جديد، بس حلو. انت ليه بتقول كده؟ ليه بتقول فلوسك؟ احنا متفقين اخر مرة ان احنا هيبقى لينا نسبة. ما انا كمان كنت فاكر ان احنا اتفقنا، بس واضح ان انتي والكتاكيت دول مصرين تلعبوا بديلكم وتقلبوا فلوس من ورايا. طب ممكن تنزل المسدس ده بليز؟ بليز؟ بليز وشعر اصفر وبتاع، ده احنا بقينا خواجات خالص. اهو. انتوا بقى فاكرين اما تحطوا لي 150,000 مزورين وسط مليون ولا 2 انا كده مش هاخد بالي؟ انت بتقول ايه؟ مستحيل، احنا بنراجع الفلوس كلها. وانا بقول لك جاي لي 150,000 زي ما هم، هتكدبيني؟ هو يمكن مش واحده من الماميز يعني رجعت فلوس زي ما هي من غير ما تشتري حاجه. ايه ماميز؟ انتوا بتبزنسوا بقى بالشغل اللي بديهولكم. ايه ده بس يا ريس؟ هي الفلوس لما زادت علينا ايوه فقلنا نشغلها بس مع ناس تانيين، يعني ما مش بنبزنس. ايوه، وهم ما يعرفوش اصلا ان دي فلوس مزوره، هم يعني فاكرين نفسهم بيعملوا شوبينج عادي. لا والله شوبينج. ومين فيهم بقى اللي عملت العمله السوداء دي؟ ما احنا لسه ما نعرفش. يبقى هتعرفي وتبلغيني وبسرعه. ليه؟ عشان العيبها كوتشينه.
بس هو صعب قوي نعرف هي مين، احنا بنشتغل مع يجي 30 ولا 35 ست. لا هتعرفي يا بسمة. يا اما انا هنقي واحده من ال 30 ولا ال 35 دول وهتصرف معاها بمعرفتي. كل الاستمارات اللي مالوها شبه بعضها، صعب قوي نعرف مين اللي عملت كده من شوية الورق اللي بيملوه بعد ما يرجعوا الحاجة. مفيش حاجة اسمها صعب، لازم نعرف هي مين ونمشيها قبل ما هو يتصرف. تفتكر ممكن يعمل فيها ايه؟ يعني هشتمها بأمها مثلا؟ هيقتلها طبعا. بصراحة بقى أنا شاكة في الولاية اللي اسمها ماجي دي، اللي ما بتسيبش الموبايل من إيديها من ساعة ما جت، وباين إن هي دماغها في حاجة تانية. لا يا ندى يا حبيبتي، لا احنا مش وقت شك واحساس والحاجات دي، ده ممكن يطير فيها رقبتها يعني. لا لا لا، ان شاء الله مفيش رقبة تطير ولا اي حاجة. انا عندي فكرة. ايه رأيكم نخليهم كلهم يروحوا المحل في يوم واحد، ونقف بره نراقبهم ونشوف مين فيهم اللي مش بتروح. حلو، حلوة الفكرة دي. ايوه شعرك حلو على فكرة. ملحقتش اتبسط بيه. حلو والله. استناني تخشي في عصابة عشان تغيري شعرك. حلو والله. طب تراهنوا على كام انها ماجي؟ على كام؟ تراهنوا؟ اتفضل اتفضل حضرتك. هي دي ندى يا باشا. انت ندى الشريف؟ أنا. طب اتفضلي معانا بعد اذنك. ليه؟ مش دي شنطتك؟ شنطتي. لقينا ده في دولابك. صدمتيني يا ندى. اتفضلي معانا لو سمحتي. ده مش بتاعي حضرتك. يا استاذه اتفضلي معانا من غير شوشره بعد حضرتك اذنك. أنا كنت في أجازة والله، والشنطة هنا كان بقالها أسبوع. اتفضلي معانا بعد اذنك، ولو في حاجه هنعرفها في التحقيقات. هاتوها. لا هنفضل واقفين ولا ايه؟ يلا كل واحد على شغله، يلا امشي.